بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. ايه اكتر الاخطاء اللي بنعملها مع كبار السن من غير ما ناخد بالنا؟ أكتر الأخطاء اللي بنعملها مع كبار السن إن إحنا ممكن بنعاملهم كأنهم أطفال، زي مثلا إن إحنا نديهم أوامر أو إن إحنا بنقرر بالنيابة عنهم، فطبعا ده بيكسر إحساسهم بالكرامة والاستقلال. الحاجة التانية إن إحنا ممكن بنتجاهل رأيهم، زي مثلا إن إحنا نقاطعهم أثناء الكلام وهما بيتكلموا، هتلاقي بقاطعهم، أو إن إحنا بنستهزئ برأيهم، رأيهم ما بيعجبناش فبنقعد نسخر من رأيهم، فطبعا دي حاجة لا تليق بالمرة يعني. الحاجة التانية إن إحنا بنستعجل عليهم، يعني مثلا العيان بيتحرك بياخد وقت طويل فاحنا بنقعد نستعجله في المشي بقى، في الاكل، في الاستحمام، فده طبعا مع الوقت بيحسسهم ان هم عبء علينا، فدي من الحاجه اللي بتسوء جدا نفسيتهم. الحاجة التانية ان انا ممكن بتكلم بلسانهم، وده بيحصل اثناء وجودهم، يعني حد مثلا بيسألهم، بيوجه لهم كلام، بيسألهم في شؤونهم، فانا اتكلم بلسانهم، ودي طبعا حاجة بتجرح جدا شعورهم وبتجرح كرامتهم. الحاجة التانية برضو ان انا ممكن عدم احترام خصوصيتهم، وان انا بتدخل في تفاصيل حياتهم، ودي برضو حاجة لا تليق. يعني كبار السن لو هم كومبتنت وذاكرة كويسة وقادرين يتحكموا ويمشوا حياتهم، هم مسؤولين تماما عن حياتهم، وانا ممكن بساعدهم بس لو هم طلبوا المساعدة، غير كده هم بحترم خصوصياتهم وهم مسؤولين عن إدارة شؤونهم كاملة يعني. الحاجة اللي بعدها برضو ان انا اللي بعملها ممكن اكون بعملها غلط، ان هو عدم الاهتمام بشكواهم الصحية، وان انا اربط كل حاجة بالسن. يعني بمعنى ان هو بيشتكي لي من اي حاجة مثلا، انا اقول له لا ما انا انت كبرت، في حين ان ممكن الحاجة دي تبقى عرض مثلا لمرض، وممكن المرض ده يبقى مهم، فلا اي شكوى صحية خصوصا حاجة جدت عليه لا لازم انا اعرضه على الطبيب ونعرف ايه المشكلة بالظبط. الحاجة التانية برضو ممكن إهمالهم والانشغال عنهم، إن أنا ما بسألش عليهم، ما بشوفش مصالحهم، ما براعيش احتياجاتهم المادية، احتياجاتهم النفسية الجسدية، فدي برضو من الحاجات اللي بتجرح شعورهم وبتضايقهم. الحاجة التانية عدم احترامهم مثلا، وإن أنا أكون برفع صوتي عليهم ما بحترمهمش، فدي من الحاجات برضو اللي بتضايقهم طبعا. الحاجة التانية برضو اللي أنا ممكن بكون بعملها وأنا يعني مش قاصد، إن إحنا بنبقى عايزين نريحهم في حاجات كتير، فبنخليهم مثلا ما يعملوش حاجة في البيت، وخصوصا دي بتحصل أكتر في المرضى اللي هي بتبتدي تنسى. أنا ببقى عايزة أريحها فخليها ما تعملش الست حاجة في البيت، فمع الوقت الذاكرة بتبتدي تسوء. لا أي حد بيبتدي حتى ينسى، لا لازم أنا أشغله بحاجات يعملها. ست تساعد في حاجة البيت، الراجل يشتغل برضو يساعد في حاجة البيت، يسقي زرع، ينشط مخه في حاجات مختلفة، الست تطبخ، تطبق غسيل، تساعد في أشغال البيت، ده كل ما ايديها تشتغل في حاجة كل ما مخها طول الوقت يبقى شغال. الحاجة التانية برضو الاقي مثلا كبار السن بيبقوا بطيئين في الحركه، بياخد وقت طويل عشان مثلا يخش الحمام، فنقول لك لا خلاص انا اجيب له بقى كرسي بعجل، فلا هو مع الوقت الحركه تبتدي تبطأ، لا انا اشجعه ان هو يتحرك، اجيب له مشايه يتحرك بيها، اعمل له علاج طبيعي عشان حركته تبقى اسرع. برضه ممكن مثلا الاكل الاقيه بياخد وقت طويل ان هو ياكل، فابتدي انا اكله، مع الوقت مهاره ان هو ياكل وان هو يركز ان هو ياكل ويقوي ايده يبتدي يفقدها. فلا يعني اي مهاره هو بيعملها بالعكس انا اشجعه ان هو يعملها حتى لو بياخد وقت، فكل الحاجات دي مهمه ان احنا نشجع كبار السن ان هو يعملوها. فدي باختصار كده الاخطاء اللي احنا ممكن نعملها اثناء معامله كبار السن. وبتمنى لكم حياه صحيه خاليه من الامراض، ومستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.